السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، ويسعد قلوبكم ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. النهاردة أكلتنا بقول لكم ولا فيها ولا لحمة ولا فراخ ولا سمك ولا أي حاجة. أكلة جميلة جدا جدا، وأكلة تحفة وعلى قد الإيد، وفي نفس الوقت بتأكل جدا جدا. أنا عن نفسي بحبها جدا، والولاد كمان بيحبوها. عندنا ايه؟ عندنا بامية متفرزة. دي بامية انا كنت مفرزاها من الصيف اللي فات، بس انا بفرزها بالصلصة. يعني بجيب صلصة الطماطم بعد ما افرمها واسبكها كويس، واقوم ضايفه بيها بعد البامية ما بقمعها. بقوم غسلاها واقوم ضايفاها فيها واسيبها تغلي غلوة، وبعد كده اما تبرد احطها في اكياس. وهنا كان عندي بتنجان كوبي طويل كده، قصدي بتنجان طويل بس مكلبس كده تخين، هنقليه مع بعض، والفلفل نفس الحكاية. جبت هنا عندي التفل بتاع البصل اللي انا كنت مستخدماه في اكلة امبارح بتاعت الفاهيتا الفراخ. اخدت منه المية وسبت التفل البصل، لاني عارفة ان انا هستخدمه النهاردة. فجبته وقلت اما اشوحه، وبعد ما اشوحه احط معلقة صلصة معلبة، لان هي كده كده البامية فيها طماطم. فايه، نشوف مع بعض الفيديو هيمشي ازاي واليوم بتاعنا هيمشي ازاي. جبت هنا زي ما قلت لحضراتكم البتنجان بتاعي، بصوا تخين ومكلبز وجميل ازاي. ده بيبقى بالنسبة لي افضل واحسن بتنجان في القلية. لان بيبقى لما بيتقلى بيبقى كله لحم كده، وبيبقى زي الزبدة كده في منتهى الجمال. هنا بقى كانت البصلة خلاص اتشوحت، حطيت معلقة صلصة من المعلبة، عشان هي كده كده فيها البامية فيها صلصة، بس انا عايزاها تبقى متعززة باللون. وهنا الزيت كنت حتى يسخن، سخن خلاص. هحط البتنجان بتاعي عشان يتقلم، موطيه النار. وبعد ما احط البتنجان كله وارصه في قلب الصينيه بتاعتي، هقوم موطيه، اقوم قصدي جايبه غطا ومغطياه. ليه؟ علشان البخار مع النار الهاديه بيسووه سوا، بيبقى سوا تحفه تحفه تحفه، يبقى عامل زي الزبده. وهنا كانت طبعا الصلصه بتاعتي اتسبكت او غليت غلوتين، رحت جايه ضايفه الباميه بتاعتي. هضيف الباميه هنا، وبعد كده هنحط التوابل عادي. احط بقى توم باودر وبصل باودر، هحط فلفل اسود وشويه كمون صغيرين جدا، وهحط 7 بهارات بس. وبعد كده هكون عندي توم ادقه في الهون يعني، واخد حته تومه كبيره احطها هضيفها عليه. لان انا بالنسبه لي باميه يعني توم، او عامه الطبيخ كله او الخضار كله انا بحب احط عليه توم. بيديله طعم مميز، طعم نكهته بتبقى بالنسبه لي افضل. وانا متعوده على كده من وانا في بيت الحاجه والدتي، ربنا يديها الصحه. وانا جبت ايه، قرن فلفل، نص قرن سبايسي او حراق او مشطشط يعني. وجبت ايه، قرن فلفل بارد، وقطعتهم مكعبات على الايه، على الباميه. برضو بيديها ريحه وطعم في منتهى الجمال. والله اكله بالنسبه لي احلى من اللحمه والفراخ والاسماك، اكله جميله جدا. لما الباميه بقى تستوي كده ونحط نعصر عليها ليمون كده، بيبقى طعمها تحفه. هنا بقول لكم خلاص البتنجان اهو، بعد ما قلبته بقى ووطيت عليه وغطيته، بصوا استوى بقى زي الزبده. هنطلعه بقى مع بعض واسيبه لما يهدى، اكون حضرت له التتبيله بتاعته اللي هي الثوم والفلفل وشويه البهارات البساط. وهنا جبت عندي الفلفل. بصوا احنا بنعمل كده الفلفل، والدتي برضو ربنا يديها الصحه معودانا على كده. بنجيب الفلفل ونقسمه على 2، ونعمله فتحة صغيرة كده، ونقوم ايه قليينه. بعد ما اخلص بقى قليته هنشوف مع بعض هنعمل فيه ايه، او اوريكم احنا بنملحه ازاي. هنا جبت عندي بقى بطاطس، عشان في حد في الولاد إيه يعني كلهم بيحبوا البامية، بس طبعا مش هحط لهم البامية كده والمخلل بس يعني. فقلت اعمل ايه، شوية بطاطس، بس اعملهم يعني هحط فيهم افتكاسة كده، ان شاء الله تعجبهم، لاني عملتها قبل كده وعجبتهم. هنا بقى كانت خلاص الايه، البامية خلاص استوت، فطفيت عليها. آه وهنا الفلفل خلاص اتحمر، هطلعه بقى واسيبه برضو لما يهدى. وبعد كده اكون عملت ايه زي ما قلت لكم. هنا خلاص البطاطس استوت، رحت بقى اقشرها. وهنا كنت حضرت خلاص التومه بتاعتي اللي احشي بيها الفلفل والبتنجان. فبنحشي بقى البتنجان زي ما انتم شايفين كده. بصوا قلبه ابيض زي الفل، اقول ايه، زي القشطه. تحفه تحفه تحفه. الطريقه ديت انا معتمداها من زمان جدا، وبتطلع معايا ناجحه ومليون في الميه. هنا بعد ما ملحته بقى كله،
جبت هنا طبق وحطيت فيه، عصرت فيه ليمونية كاملة، وبعد كده هحط فيه شوية خل، وبعد كده هرشه فين؟ هرشه على البتنجان من فوق. كان طعمه يجنن والله، بألف هنا وشفا يا رب، وعجب الولاد جدا. وكل ما بيقعد في التتبيلة العسل دي بيشرب منها وبيبقى طعمه مميز اكتر وطعمه تحفة اكتر. بألف هنا وشفا يا رب. اتمنى ان الطريقة البسيطة بتاعتي دي تعجبكم وتنور رضاكم. وبصوا هنا الفلفل بنفتحه بقى كده بعد ما قليناه، نفتحه كده خالص كله من بعضه، وبعد كده بنجيب شوية ملح وارشه على الوش، وبجيب بقى حتة تومة من اللي في الهونجي وبرده بحطها عليه، واقوم دمجة كله مع بعضه، واسيبه برده يشرب من الملح ومن التوم ومن التتبيلة اللي انا حطاها. بيبقى تحفة تحفة يا جماعة. بألف هنا وشفا يا رب. اتمنى ان الطريقة تعجبكم وتنور رضاكم، وتكون لو انتم متعرفوهاش ابقى انا دلتكم على حاجة بسيطة من اللي احنا في بلدنا او في احنا يعني في عاداتنا الاسكندرانية بنعملوها. هنا البطاطس خلاص استوت، هرستها بالشوكة بقى، وبعد كده احط لها برضو شوية توابل. حطيت شوية ملح صغيرين، وحطيت شوية توم باودر، وشوية بصل باودر، وشويه ايه اللهم صل على النبي، شويه فلفل اسود بس، ما حطيتش اكتر من كده. بس اسفه بقى المقطع اللي بعد كده للاسف انا كنت مفكره ان انا بصور وطلعت الكاميرا ما بتصورش. هاخد بقى البطاطس بتاعتي ديت وهحطها في يعني حاجه بتخش الفرن. انا كان عندي صينيه صغيره كده حطيتها فيها عشان تخش الفرن. وبعد كده بقى ايه، جبت عندي جبنه شيدر مبشوره وجبنه موتزاريلا مبشوره ودمجتهم معاها مع بعض كده هما كلهم، وبعد كده بططتها زي قرص كده، ورحت جايه واخد بقيه الجبنه حطيتها على وشها ودخلتها الفرن. خدت تشميعه بس، وخدت ايه لون تحت الشوايه، وفي الاخر هتطلع معاكم زي ما انتوا هتشوفوها مني اي طلعت بالمنظر ده. بس طبعا للاسف ان المقطع ما تصورش، وانا كنت مفكره انه بيصور. بصوا بقى بعد ما بصوا البطاطس والجبنه بقى بتمط فيها، طعمها كان تحفه تحفه تحفه. وما تنسوش تعملوا لي اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. بالله عليكم تدعموني يا جماعه، عشان انا محتاجه دعمكم جدا عشان القناه تكبر بيكم معاكم. واشوفكم بكره في فيديو جديد، مع الف خير وسلامه.